الدنيا صعبة وهتبقى أصعب. عام صعب جدا 2021. أنا عارف إن حضراتكم الآن وأنتوا بتشتروا أي حاجة لقيتوا أسعارها زادت. الأسعار نعم زادت الارتفاع مستمر ومؤثر على المواطن والمستهلك. ما تقوم يا عم فالنتينو بقى. احنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نقلل ما امكن من ضغط الاسعار على الاسر، كل الاسر اللي هي مستحقة، اللي هي بتاخد دعم. خش في لحمك يا اخويا خش. اللي هي يعني محتاجة للجنيه، محتاجة ل50 قرش. يلا بروفا يا جماعه. البترول بتعلن زياده اسعار البنزين بانواعه الثلاثه. المبلغ الخاص بالقمامه من 2 جنيه ل 40 جنيه. الكهرباء شريحة جديدة من زيادة أسعار الكهرباء. تطلع على واحد غلبان عداد وشغال مش شغال 50,000 100,000 200,000. اديها ما ترحمهاش. الزيادات دي بتتم بخطة بدأ تطبيقها من السنة اللي فاتت، والخطة دي هتفضل 5 سنوات. انا في دوامه عليا الطلاق بالثلاثه، انا في دوامه. صدقوني احنا رايحين لضبط الاسعار بشكل طبقا لآليات السوق، بس استحملوا شويه. في دوامه وهتبلعني بقى. وهتشوفوا هنعمل ايه لضبط الاسعار ديت. زيادة البنزين وفي 3 شهور حصلت زيادتين. رغيف العيش ابو 5 صاغ ده يزيد ثمنه. ده لو يدرع للمواطن. اسمع بس، احنا بنبذل جهد كبير قوي لضبط الاسعار. اتكلم على طماطم زادت، الفلفل نار. في واحد هيقول شعر دلوقتي اهو. التين بقى من 20 ل 30، المانجا الموز بقى ب 12. لا كويس. هنا بأصيح وأصرخ. كتير من المصريين ما كانش كلهم بيعانوا من الاسعار ديت. مع ثبات مرتباتنا فكلنا خسرانين. صحيح. اصبر. مش هناكل ما ناكلش، هنجوع يعني نجوع. ايه المشكله يعني؟ ايه الهم اللي هناك؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. من الحاجات اللي زادت أيضا زيت التموين. زودنا يا جماعة الزيت اللي بتاع اللي على البطاقة ده من 17 ل 21. سعر الزيت زاد مش عارف 5 جنيه. هي كانت ب 21 جنيه وخليناها ب 25. ليه؟ ليه بنزود على الناس؟ عمال تكبت وتضغط ليه؟ خد السمك، اللحمة. ارتفاع اسعار اللحوم. الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. ندخل بقى في الفراخ، بدات تبقى عامله برضو مساله عجيبه جدا جدا. ما تشتروهاش. ارتفاع أسعار الدواجن والبيض. الحاجه دي غليت، شكرا مش عايزين. مش هكلمك عن البيض البلدي لأن ده سعر ذهب. ده على رأي المثل الفرخه كلت بيضها. ليه كرتونة البيض النهارده تتجاب ب 52 و53 جنيه؟ الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. ما تشتروهاش. البيض زاد والفراخ زادت واللحمه زادت والغاز زاد والزيت زاد. اقول لك على حاجه، هات تراب وادفني يلا، حط صباره كده وخلصت. مفيش مرجعين، مفيش حد الناس ترجع له تقول له ده كتير. ما برضه ما ينفعش تقول الكلام ده على الهوا، ما ينفعش. سيادتك معايا على الهوا ولا خايف تاخد برد؟ اولياء الامور اللي ولادهم في المدارس الخاصه تحديدا عندهم هس عندهم بعبع دلوقتي اسمه سبلايز. ما هو المواطن بالنسبة له العملية التعليمية دي مسألة هامة جدا. نخترع لهم اختراع، نفتكس لهم افتكاسه، سبلايز. سئيل زيك كان مات من زمان. ارتفعت أسعار العقارات لأنه المادة الخام الحديد والأسمنت وغيره ارتفعت. ألف مرحبا. ارتفعت أسعار السيارات. يا ألف مرحبا. ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة أيضا. زيادة جديدة في أسعار اسطوانات البوتاجاز. لا ده مش إفيه، دي جملة عادية. هنزود 5 جنيه للأنبوبة المنزلية و10 جنيه للأنبوبة التجارية. يا وريني يا غلب يعني. كده بالبلدي أو بالأمور البسيطة يعني ارتفاع في أسعار كل حاجة موجودة عندنا. وانا قوي. وهل الأسعار ديت ممكن ترجع؟ يعني ممكن تعود؟ وانا قوي. اللي بيزيد ما بيرجعش. وفي الاخر ما لقيتنيش في الدنيا في السهر. 5 بالحب. نجوع، ايه المشكله يعني؟